بص يا سيدي قبل ما نتكلم في اي حاجه اتفرج على الفيديو ده. قسما بالله انك كبرت بعيوننا يا ابن الجزائر يا رياض محرز، وقسما بالله انك غطيت من عيوننا يا محمد صلاح، وطيت من عيوننا يا محمد صلاح. مش كرمال فقط انه انت والله ما دعمت اهل فلسطين ولا حتى عزات اهل فلسطين بالشهر اللي راحوا، لا، كرمال دعمت قبل وعزات ملكة بريطانيا يلي مدري مين هي يا محمد صلاح. وشو عامله قبل بلدك؟ شو عامله قبل بلدك؟ صلاح، قضية فلسطينية مش بالعقل بالقلب، مش بالعقل بالقلب. انت ما بدك تعزي اهل فلسطين ما تعزيهم، بس مش تقولوا عنه هيدا فخر العرب، ما تقولوا عن هيدا الانسان فخر العرب. ولك الله بقول انك تعزي ملكة بريطانيا وتترك اهالي الشهداء اللي ماتوا، ولك اطفال ونساء وكبار بالعمر، ولك مش موجودين، لك مش موجودين على الخريطة. طلع قدامك غزة كيف، ولك مطفية غزة كله عم بموت، وانت اخذ لك ملكة بريطانيا. جيب لك شجرة كريسماس عندك على البيت، روح على الهالوين انت وولادك وعائلتك. ولك محمد صلاح عندك 24 ساعة بدك تنزل عندك حاليا عن فلسطين، والا اهل العرب مش مسامحينك، والله العظيم مش مسامحينك. بص يا سيدي الناس كلها في السوشيال ميديا بتسال سؤال واحد، ليه محمد صلاح ما دعمش القضيه الفلسطينيه على اي منصه من منصات التواصل الاجتماعي زي فيسبوك زي انستجرام زي اي منصه؟ الاجابه هقولها لك لما تكمل معايا الفيديو، وانا في الفيديو ده هتكلم بحياديه شويه، لا انا مع محمد صلاح ولا انا مع غيره. بس الاول قبل ما اتكلم في الفيديو هسالك سؤال واحد، هل محمد صلاح ما دعمش القضيه الفلسطينيه في ولا مره من المرات السابقه؟ الاجابه هي لا، وهتعرف ليه وهكمل لك في الفيديو. لان في عام 2013 بتحديدا يوم 6/8/2013 كان محمد صلاح بيلعب مع فريقه بازل السويسري، الفريق اللي انضم ليه محمد صلاح من نادي المقاولون العرب، واول محطات محمد صلاح الاحترافيه كان عنده ماتش في دوري ابطال اوروبا قدام نادي مكابي تل ابيب الاسرائيلي التابع للكيان الصهيوني. وقتها انتهت المباراه بالتعادل 3-3. محمد صلاح عمل موقف لا ينسى، اللي هو ايه؟ ان قبل المباراه، وده فيديو قدامك، قبل المباراه كان محمد صلاح بينعمل له ضغط من كل حته، وكان في سب وكان في صفارات استهجان من نادي الكيان المحتل، ومحمد صلاح شاور لهم بالاشاره اللي قدامك دي دلوقتي. ومحمد صلاح لما جاب جون قدام الفريق الاسرائيلي ما خافش بل سجد قدامهم في قلب ارضهم. يعني محمد صلاح مش خايف من اي حاجه، عشان ما يخشلكش ناس تقول لك ليه محمد صلاح خايف. محمد صلاح قال ايه؟ محمد صلاح لو قلقان من الكيان الصهيوني ما كانش عمل كده، ومحمد صلاح مش موجود بنفس المكانه دلوقتي اللي موجود بيها في نادي ليفربول. محمد صلاح مش خايف من حاجه. لكن في سر تعالى نتكلم فيه كمان شويه، وده كان اول موقف معايا. الموقف الثاني، محمد صلاح كان نزل بوست قديم على فيسبوك بيدعم فيه القدس. يعني محمد صلاح زي ما قلت لك دعم قبل كده القضيه الفلسطينيه، فما يجيش ناس تتكلم على لسان محمد صلاح او تتكلم كلام مش صح على لسان محمد صلاح وتنتقد محمد صلاح انتقاد شديد زي الاخ اللي بيعمل الفيديو ده. انا مش مختلف عن ان راجل محمد صلاح مقصر في القضيه، بس انا بديك مواقف لمحمد صلاح عملها قبل كده تدل ان راجل مش خايف، راجل عنده ثقه. بس النهارده في موقف يحسب على محمد صلاح، ان الراجل لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دلوقتي ما نزلش اي بوست ولا اي مساعدات تدل انه راجل مع القضيه الفلسطينيه. لان في ناس ياما نزل زي محمد النني اللي بيلعب مع محمد صلاح في الدوري الانجليزي برضه نزل ودعم القضيه الفلسطينيه. على النقيض الاخر زينشينكو لاعب الارسنال دعم الناس التانيين اللي انا عارفهم الكيان الصهيوني المحتل. لكن العالم كله انقسم في مؤيدين ومعارضين، واحنا كعرب لابد من دعم القضيه الفلسطينيه وكلنا مع القضيه الفلسطينيه. لكن محمد صلاح في سر يمنع محمد صلاح انه يدعم القضيه الفلسطينيه، انت عارف وانا عارف؟ لا محدش عارف. الكلام بقى اللي انتشر على السوشيال ميديا ان ملاك نادي ليفربول من دوله اسرائيل. لكن لما دخلت بحثت على جوجل وعلى موقع ويكيبيديا العالمي بصيت لقيت الصوري الناس اللي موجوده مش تابعه للكيان الصهيوني، فما حدش يطلع يكلم ويزايد ويقول لك ان محمد صلاح خايف منهم. الكلام ده غير منطقي، ولو انا غلطان ممكن ترد عليا في الكومنتات. لكن النهارده جاي لك بخبر مفرح على منصه في الجول. صراحه النهارده واكد ان مصدر مقرر من محمد صلاح ان محمد صلاح تبرع لمؤسسه الهلال المصري، الهلال الاحمر المصري، لدعم فلسطين بالامدادات الغذائيه. الراجل بعد صمت كبير دعم القضيه الفلسطينيه بمبلغ كويس على حد ذكر منصه في الجول. لكن محمد صلاح عنده علامه استفهام الفتره دي كلها. محمد صلاح كان فين؟ انا ان محمد صلاح غلطان، لكن انك تسحب منه كل الالقاب وتخليه ان راجل مش كويس او راجل ما دعمش القضيه الفلسطينيه، الكلام ده غلط. اخطا في المره دي، اخطا واخطا خطا فادح. انا معاك ان الراجل اخطا، لكن مش هطلع اتكلم وابرر لك ومنتج لك الفيديو واقول لك ان محمد صلاح كويس والدنيا كلها بتحبه. اي نعم محمد صلاح كشخصيه
مفيش خلاف عليه. لكن الموقف ده اللي محمد صلاح ان الشده بيبان فيها الرجال، محمد صلاح في الموقف ده اخطا، لكن لو طلعت منصه في الجول صحيحه في كلام وطلع الكلام ده صح، محمد صلاح على كل التاخير ده هينغفر له كل اللي حصل لو برع فعلا بمساعدات للهلال الاحمر. فانا جاي اقول لك في الفيديو ما تزيدش على محمد صلاح، لان محمد صلاح مصر زينا بيعشق فلسطين وبيعشق تراب فلسطين، فان شاء الله يكون المنصه في الجول صحيحه في كلامها ويكون كلام محمد صلاح صحيح. في النهايه وصلنا لنهايه حلقتنا. لو عجبتك الفيديو وعايزك تقول رايك في الكومنتات، تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم الانس على قهوه الزملكاويه. سلام.